كل سنة وانتم طيبين. الأسبوع ده في حدث هام كده، يوم الاثنين يوم الثلاث كده يبقى عيد انعقاد مجمع نقية بقى مرور 17 قرن على انعقاد هذا المجمع اللي فيه وقف أثناسيوس ومع الآباء 318 وأصاغوا مجمع قانون الإيمان اللي احنا بنصليه. كل سنة وانتم طيبين. احنا خلصنا باسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. فلتحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان ودار الدور أمين. احنا خلصنا الست إصحاحات الأولانيين. الست إصحاحات الأولانيين دول يعني كانوا تقريبا خدوا الأحداث بتاعتهم 30 سنة، وبعدين هذه المرحلة تسمى مرحلة العودة من السبي الفوج الأول على يد زربابل. وزربابل ده كان الحاكم المدني يعني، وكان معاه يشوع رئيس الكهنة، وظهروا معاه شخصيتين في هذه الفترة اللي هو حجاي النبي وزكريا النبي. وبعدين يجي بقى في نهاية الإصحاح، بداية الإصحاح السابع، يقول وبعد هذه الأمور. بعد هذه الأمور يعني الأمور اللي خلصت، يعني كان الفرق بين الأمور دي والكلمة اللي قالها دي 59 سنة. 59 سنة فرق، 59 سنة. لما جه بقى يرجع بالفوج التاني مين؟ عزرا الكاهن. نقرأ مع بعض الإصحاح السابع. وبعد هذه الأمور في ملك أرتحششتا ملك فارس، عزرا ابن سرايا ابن عزاريا ابن حلقية ابن شلوم ابن صدوق ابن أخيتوب ابن أمريا ابن عزاريا ابن مرايوث ابن زرحيا ابن عزي ابن بقي ابن أبي يشوع ابن فنحاس ابن العازر ابن هارون الكاهن الرأس. عزرا هذا صعد من بابل وهو كاتب ماهر في شريعة موسى التي أعطاها الرب إله إسرائيل، وأعطاه الملك حسب يد الرب إلهه عليه كل سؤله. وصعد معه من بني إسرائيل والكهنة واللاويين والمغنيين والبوابين والنثنيم إلى أورشليم في السنة السابعة لأرتحششتا الملك. وجاء إلى أورشليم في الشهر الخامس في السنة السابعة للملك، لأنه في الشهر الأول ابتدأ يصعد من بابل، وفي أول الشهر الخامس جاء إلى أورشليم حسب يد الله الصالحة عليه، لأن عزرا هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها، وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء. وهذه سورة الرسالة التي أعطاها الملك أرتحششتا لعزرا الكاهن الكاتب، كاتب كلام وصايا الرب وفرائضه على إسرائيل، من أرتحششتا ملك الملوك إلى عزرا الكاهن كاتب شريعة إله السماء الكامل إلى آخره. قد صدر مني أمر أن كل من أراد في ملكي من شعب إسرائيل وكهنته واللاويين أن يرجع إلى أورشليم معك فليرجع، من أجل أنك مرسل من قبل الملك ومشيريه السبعة، لأجل السؤال عن يهوذا وأورشليم حسب شريعة إلهك التي بيدك، ولحمل فضة وذهب تبرع به الملك ومشيروه لإله إسرائيل الذي في أورشليم مسكنه، وكل الفضة والذهب التي تجد في كل بلاد بابل من تبرعات الشعب والكهنة المتبرعين لبيت إلههم الذين في أورشليم، لكي تشتري عاجلا بهذه الفضة ثيرانا وكباشا وخرافا تقدماتها وسكائبها، وتقربها على المذبح الذي في بيت إلهكم الذي في أورشليم. ومهما حسن عندكم وعند إخوتك أن تعملوه بباقي الفضة والذهب، فحسب إرادة إلهكم تعملونه. والآنية التي تعطى لك لأجل خدمة بيت إلهك فسلمها أمام إله أورشليم، وباقي احتياج بيت إلهك الذي يتفق لك أن تعطيه فأعطيه من بيت خزائن الملك. ومني أنا أرتحششتا الملك صدر أمر إلى كل الخزنة
الذين في عبر النهر أن كل ما يطلبه منكم عزرا الكاهن كاتب شريعة إله السماء فليعمل بسرعة، إلى 100 وزنة من الفضة، و100 كر من الحنطة، و100 بث من الخمر، و100 بث من الزيت والملح من دون تقييد. كل ما أمر به إله السماء فليعمل باجتهاد لبيت إله السماء، لأنه لماذا يكون غضب على ملك الملك وبنيه. ونعلمكم أن جميع الكهنة واللاويين والمغنيين والبوابين والنسنين وخدام بيت الله هذا لا يؤذون أن يلقى عليهم جزية أو خراج أو خفارة. أما أنت يا عزرا فحسب حكمة إلهك التي بيدك ضع حكما وقضاة يقضون لجميع الشعب الذين في عبر النهر من جميع من يعرف شرائع إلهك، والذين لا يعرفون فعلموهم. وكل من لا يعمل شريعة إلهك وشريعة الملك فليقضى عليه عاجلا، إما بالموت أو بالنفي أو بغرامة المال أو بالحبس. مبارك الرب إله آبائنا الذي جعل مثل هذا في قلب الملك لأجل تزيين بيت الرب الذي في أورشليم، وقد بسط علي رحمة أمام الملك ومشيريه وأمام جميع رؤساء الملك المقتدرين. وأما أنا فقد تشددت حسب يد الرب إلهي علي، وجمعت من إسرائيل رؤساء ليصعدوا معي، مجدا للثالوث القدوس. في الحقيقة يعني هذا الإصحاح إصحاح رائع جدا، جميل جدا. لما يجي أولا يعني عزرا ده الملك هو اللي طلب منه. يعني يمكن نحمية لما نيجي ناخد سفر نحمية هنلاقي نحمية هو اللي وقف قدام الملك وطلب منه، لكن في الموقف ده الملك هو اللي بيطلب من إيه؟ من عزرا. وده يعني حاجة إن ربنا يستخدم كل الأمور أو كل الناس لتنفيذ أوامره أو تنفيذ مشيئته أو تنفيذ إرادته. يعني عزرا إحنا يمكن اتعرفنا عليه في البداية، ولكن هنا بيعرفنا برضو عليه. عايز أقول ارتحشت الملك ده يبقى ابن مين ده؟ أو مين ارتحشت الملك ده الملك ارتحشت الثاني هو يبقى ابن أحشاويرش. مين أحشاويرش ده؟ اللي هو اتجوز مين؟ استير. يبقى احنا الفترة اللي كانت الفترة 59 سنة بين الأحداث، بداية الأحداث دي والأحداث السابقة، كانت فيها أحداث سفر إيه؟ أستير. يعني في وسط الأحداث دي كانت أحداث سفر أستير. يعني احنا لو انتوا خدتوا في الأسبوع ده قريتوا سفر أستير هتلاقوا أحداثه كانت حاصلة قبل ما يبتدي إيه؟ عودة مين؟ قبل ما يبتدي يرجع مين؟ عزرا الكاهن إلى بلفوج الثاني. عزرا ده ما كانش رئيس كهنة، ولكن كان إيه؟ كان كاهن، ولكن لم يقدم ذبائح. ليه؟ ما قدمش ذبائح. كان عايش في بابل في بلد أممية، وتقديم الذبائح فين؟ في أورشليم. اتقال عليه كده إن هو عزرا ابن سرايا. سرايا ده هو جده مش أبوه، ده جده. وكان رئيس سرايا ده كان رئيس كهنة وقت خراب أورشليم. يعني لما حصل موضوع السبي، لما نبوخذ نصر دخل على الهيكل حصل خراب الهيكل وخد الآنية، كان موجود سرايا ده جد مين؟ جد عزرا، كان رئيس الكهنة. حلقية بقى يقول لك ابن عزرا ابن حلقية ده هو رئيس كهنة أيام الملك يوشيا، كان رئيس كهنة أيام الملك يوشيا الصالح، وهو الذي عثر على سفر الشريعة وسلمه لواحد اسمه شافان، هنلاقيه في أخبار الأيام التانية. ابن شالوم ده برضو واحد كان يدعو شالوم. صدوق كان برضو كاهن، ابن صدوق. ابن فنحاس ده هو اللي غار للرب فوعده ربنا باستمرار الكهنوت في نسله. يعني لما كان في حد زنى مع واحدة أممية جوه الهيكل غار غيرة الرب وقتله. يعني
اليعازر ده هو الابن الثالث لهارون واللي خلف أباه في رئاسة الكهنوت، وطبعا هارون ده وجبها بتسلسل ابن هارون الكاهن اللي كان رئيس الكهنة. عزرا صعد من بابل، هو كاتب ماهر، يعني كان بيشتغل كاتب عند الملك، ولكن هو في نفس الوقت يعني كان كاتب كانت اتعملت مجموعة الكتبة في بابل اللي هم يجمعوا الأسفار الكتاب المقدس وينسخوها، فهو كان شاطر وكان محب للشريعة وقعد يجمع وينسخ الأسفار الخمسة اللي هم أسفار موسى النبي. قلنا بقى ايه اللي حصل بقى، ان عزرا ده كان قائد شجاع ولم يخشى ان هو يرجع بالفوق ده، لكن في آية كررها كتير قوي عزرا في هذا الإصحاح، وقال يد الله الصالحة. واحد يعني يدرك قوة الله ويدرك عمل الله، وده لما يقول يد الصالحة علينا يعني هو إنسان متضع وينسب القوة وينسب النجاح وينسب النجاح العمل واللي لمين؟ لربنا يعني. صعد من أرض بابل إلى أورشليم، والسكة دي أخذت 4 شهور، يعني 4 شهور. ويقول لك طبعا تكرار، هنلاقي في الإصحاح ده اتكررت يد الله الصالحة دي كتير، يعني ده كده معناها إنه كان قلبه، الآباء يقولوا إنه كان قلبه مستعد لاستلام الشريعة، مش بس يستلمها، يحفظها ويعمل بيها وينفذها ويعلمها للشعب. عزرا لما كان رجع معاه في حدود 5000، ودي كانت في السنة 7 من حكم أرتحشتا الملك. طبعا العودة دي برضو كان يعني هو كان في وقت نحمية. خلي بالكم مهم جدا الإنسان النقي القلب، يعني الطوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. والإنسان النقي القلب يعاين عمل الله ويشوف عمل الله ويشوف إيد ربنا في العالم. الجميل إن الملك يعطيه رسالة، يديله في الرسالة دي بقى. فكرتنا طبعا لما كورش رجع برضه، لما كورش ادى أمر إن زربابل يرجع، اداله برضه رسالة. الملك أكرم عزرا ووهبه كل ما يحتاجه من خزائن التي عبر النهر. هقول لكم الكرم ده مثلا لما يجي يقول كده أعطاه مثلا 100 وزنة من الفضة، يعني عارفين الميزة وزنة دول يساوي 4 طن ونص. 100 وزنة يعني اداله 4 طن ونص من الفضة، واداله حنطة كتير قوي يعني خاصة القمح، ويديله ذبائح عشان يقدم يديله ذبائح عشان يقدم ذبائح لإلهه. يعني ربنا يستخدم هذا الملك ده، يعني ربنا عجيب في تعامله مع البشر. عشان كده إذا حبينا نعطي عنوان لهذا الإصحاح نقول قول البابا شنودة اللي بيقول بابا شنودة بيقول الذي اعتاد أن يترك كل شيء في يد الله أيضا يرى يد الله في كل شيء. هقول لكم القول ده تاني. الذي اعتاد أن يترك كل شيء في يد الله اعتاد أيضا أن يرى الله في كل شيء. هذا بصراحة الكلام ينطبق على عزرا الكاهن، أنه هو حاطط كل حاجة في يد مين؟ ربنا. فشاف ربنا، إيد ربنا في كل في كل عمل بيعمله. لما نيجي نقرأ في الرسالة دي يقول قد صدر مني أمر كل من أراد في ملكي من الشعب إسرائيل وكهنة اللاويين أن يرجع لأورشليم معه فليرجع. الراجل إدى حرية إن اللي عايز يرجع
يرجع لإلهه، من أجل إنك مرسل من قبل الملك ومشيريه السبعة لأجل السؤال عن يهوذا وأورشليم حسب شريعة إلهك التي بيدك. يبقى هو أول حاجة إن هو بيديله إن هو يرجع يروح يسأل على أورشليم وبيت يهوذا، يسأل عليهم. تاني حاجة قال له إيه بقى؟ قال له تاخد معاك الذهب والفضة وتاخد كمان معاك تبرعات. يعني واحد بيديله كمان، مش يسيبه يمشي بس، قال له لا، ده انت تجمع تبرعات، وكمان لكي تشتري عاجلا بهذه الفضة سيرانا وكباشا وخرافا وتقدماتها عشان وتقربها على المذبح الذي في بيت إلهكم الذي في أورشليم. ده اداله كمان حاجة ميزة أكتر، قال له مهما حثنا عندك وعند إخوتك أن تعملوه بباقي الفضة والذهب فحسب إرادة إلهكم تعملوه. يعني لما يكون ولا ملك وثني ويقول حسب إرادة الله، ده احنا اللي نعرف الإله الحقيقي، مش بنعمل أحيانا، مش بنعمل حسب إرادة الله. ده هو بيقول له اعمل حسب إرادة الله، ويقول له الآنية التي تعطى لك لأجل خدمة بيت الملك فسلمها إمام إله أورشليم، وباقي احتياج بيت إلهك الذي يتفق لك أن تعطيه فأعطيه من بيت خزائن الملك. يعني حتى لو في حاجة عايز تديها مش من جيبك الخاص ولا تاخدها من الناس، ده أنت تاخدها من عند من بيت من بيت خزائن البركة. وبعدين يقول له يديله امر كده، يقول له مني انا ارشحست الملك صدر امر الى كل الخزانه، يعني كل المخازن اللي في عبر نهر الاردن، يقول كل من يطلبه منكم عزرا الكاهن، ويصفه بحاجه حلوه قوي، كاتب شريعه اله السماء. والامر يقول فليعمل بسرعه، فليعمل بسرعة إلى 100 وزنة من الفضة و100 قر من الحنطة و100 بس من الخمر. اداله حاجات، ويقول كده كل ما أمر به إله السماء فليعمل باجتهاد لبيت إله السماء. إيه ده؟ يعني مش عايز كسل، مش عايز تهاون، كل حاجة تتعمل تتعمل بسرعة وباجتهاد. لأنه لماذا يكون غضب على ملك الملوك وبنيه؟ ده بيقول على مين ملك الملوك وبنيه ده بقى؟ على ربنا. ونعلمكم ان جميع الكهنه واللويين والمغنيين والبوابين والنسنيم وخدام بيت الله هذا لا يؤذن لهم ان يلقى عليهم جزيه. رفع عليهم الضرائب، محدش يدفع ضرائب خلاص. يعني في ناس منحها ان هي ما تدفعش ضرائب. يقول كمان أو خراجة أو غفارة، يعني ما يدفعوش جزية ولا يدفعوا حاجة للأمن ولا يدفعوا حاجة لزوم الحراسة. أما أنت يا عذرا فحسب حكمة إلهك التي بيدك ضع حكاما. يديله صلاحية إن هو يعين حكام وقضاة يقضون لجميع الشعب الذي في عمر الأردن. يعني عينهم كده حاكم، واداله صلاحية إن هو يعين قضاة من جميع من يعرف. اداله مش تختار أي حد، لما اختار من جميع من يعرف شرائع إلهك. والذين لا يعرفون فعلموهم. اللي ما يعرفش يتعلم، علموهم. وكل اداله بقى صلاحية أكتر، كمان صلاحيات أكتر، كل من لا يعمل شريعة الله إلهك وشريعة الملك فليقضى عليه عاجلا بالموت أو بالنفي أو بالغرامة، بالمال أو الحبس. يعني عجيب عمل الله في أولاده أو في حياة ولاده. يبقى اداله ميزات واداله صالحات. عشان كده أحبائي
إرادة الله صالحة للذين يحبونه، للذين إيه؟ يحبونه. عذرا ده مثال كده، مثال للإنسان الحلو، لأن يقول كده في آية 10 عنه: لأن عذرا هيأ قلبه لطلب شريعة الله والعمل بها. هيأ قلبه، كان عمال يهيئ قلبه، في اشتياقات في قلبه إن هو يعمل بشريعة الله ويعمل بها. يعني أول حاجة هيأ قلبه. اتنين كان يعمل بها في حياته الشخصية. مش واحد يحفظ شوية آيات وخلاص، لا، ده يفكرنا كده ما قاله قديس لوقا عن السيد المسيح في بداية سفر أعمال الرسل: وكان كل السيد يقول عن السيد المسيح كان كل ما يفعله يعلم به، أو كل ما كان يعلم به كان إيه؟ يفعله. حلو قوي لما واحد يعلم بحاجة يكون هو أصلا إيه؟ بيطبقها في حياته وعايشها في إيه؟ في حياته. ثالث حاجة بقى، كان مثابرا أن يعلم آخرين، كان عنده صبر يعلم الآخرين. عشان كده نقول عذرا مثال للخادم الذي يحيا بوصية الله، يحيا بوصية الله، ليس سامعا فقط بل يسمع ويعمل ويعلم الإيه؟ الآخرين. وطوبى للذين يسمعون الله ويسمعون كلام الله ويعملون به. وهنا بقى تظهر إرادة الله في إتمام مشيئته بواسطة عذرا. سر قوة عذرا إن هو كاتب شريعة إله السماء، وبعدين إله السماء الإيه؟ الكامل. كونوا كاملين كما أبوكم الذي في السماوات هو إيه؟ كامل. ليه إله السماء؟ ليه كده؟ ليه إن هو كاتب لأن يد الله الصالحة كانت إيه؟ معه. البيت اللي يتزين بوجود الله فيه، والكنيسة اللي تتزين بحضور الله وقيادها ووجود الخدام الصالحة، تلاقي فيها ثمر. البيت تلاقيه مثمر بأولاد مباركين، تلاقي البيت فيه ثمر حلو. خلي بالكم احنا في شهر هاتور، الحد الأولاني والحد الثاني نلاقي بيتكلم عن مثل الإيه؟ الزارع، ونشوف كل واحد مننا هيزرع إيه، لأن ما يزرعه الإنسان إياه إيه؟ يحصد. الثمر هو مباركة من ربنا. عشان كده الجميل بقى اللي في آخر الإصحاح يقول لنا كده، إصحاح 7 يقول: مبارك الرب إله آبائنا الذي جعل مثل هذا في قلب الملك لأجل تزيين بيت الله في أورشليم، وقد بسط علي رحمة أمام الملك ومشيريه وأمام جميع رؤساء الملك المقتدرين. إيه اللي ده عمل إيه بقى؟ إيه رد فعل ده بقى في يشوع في عزرا؟ يقول كده إيه: وأما أنا فقد تشددت. ربنا كده اداله، عمال يشجع فيه، فهو تشدد. يقول كمان حسب، يعني ما تغرش، مش قال أنا كذا، قال لك حسب يد الله الإيه؟ الصالحة علي، وجمعت من إسرائيل رؤساء ليصعدوا إيه؟ يعني بدأ إن هو يجهز الناس اللي هو هترجع معه. يبقى لما يكون في مجد هذا العمل لمجد الله يتبارك اسم الله. يبقى لما أنا أعمل أي عمل أعمله في حياتي، سواء أنا في بيتي أو في حياتي الشخصية أو في الكنيسة أو أي في مكان، هذا العمل لما أعمله لمجد الله ربنا يبقى يبارك في هذا العمل ويتبارك اسمه، ويبقى فيه إيه؟ ثمر.
والثمر ده إن الناس يحتاج إن تعمل بيه باجتهاد بحسب إرادة إلهكم تعملونه. يعني في شوية آيات كده ما يعدوش علينا كده، محتاجين نحفظهم في هذا الإصحاح. لو احنا نقرأ نصلي مع بعض كده ونقول: مبارك الرب إله آبائنا الذي جعل مثل هذا في قلب الملك لأجل تزيين بيت الرب في أورشليم، وقد بسط علي رحمة ومشيريه وأمام جميع رؤساء الملك المقدرين. دي صلاة فيها شكر وامتنان لمين؟ لربنا. رائع الإنسان اللي يجي نهاية اليوم ويشكر ربنا على العمل على يد الله الصالحة اللي كانت معاه طول اليوم. ولما أولادك في البيت يرجعوا لك وتطمن وتشوف عمل الله معاك، تقول له: يا رب أشكرك على إيدك اللي أنت يدك الصالحة اللي كانت معانا في البيت. العرفان والشكر لربنا ده يزود البركة في البيت. وليس عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر. محتاجين يبقى الشكر في موجود. أشكرك يا رب لأنك بسطت لي رحمة. أقول له: يا رب إنك أنت اديتني رحمة النهاردة في عينين فلان وعينين فلان وعينين فلان. ده أنا رب النهاردة المشاوير كان المشوار بتاع النهاردة يخلص في أيام، لكن أنت يا رب اديتني رحمة واديتني نعمة واديتني بركة وخلصت هذا العمل يا رب. رؤية عذراء إن ربنا بيحرك كل الأمور، إن ربنا بيعمل في أمور حياته. ويا ريت هذه المشاعر وهذه الأحاسيس تبقى عندنا برضو، إن ربنا بيعمل فينا وبيحرك قلوبنا وبيحرك الناس اللي حوالينا لتنفيذ مشيئته ولتنفيذ إرادته. الإنسان اللي عنده شكر وامتنان وإدراك بعمل رحمة ربنا، هذا الإنسان يكون إنسان متضع. والإنسان المتضع الله يعطيه نعمة في كل أمور. وتلاقي كده لما تلاقي عمال كده ربنا بيديك نعمة نعمة نعمة، تقول مع الست العذراء: ولأنه نظر إلى اتضاع أمته عبده. يا رب ده مش بشطارتي ولا بإمكانياتي، ده أنت بعمل نعمتك فيا. أحبائي، من خلال بداية سفر عذراء ولغاية دلوقتي احنا شايفين الله يدبر الأحداث، والله يقود الأحداث، والله يحرك الأحداث، والله يعطي نعمة ويعطي رحمة، لأنه يده صالحة وتعمل فينا وبينا. نبتدي إن شاء الله الإصحاح الثامن المرة الجاية، اللي هو يبتدي بقى بعد ما خد بقى الشحنة الحلوة دي وخد الصلاحيات دي كلها وخد العطايا دي كلها، يبتدي بقى يجمع الناس ويبتدي يتحرك لأورشليم. وهذه الرحلة المسافة اللي هتتحرك بيها تاخد مسافة 4 شهور من بداية من خروجه عذراء لغاية ما يوصل فين؟ أورشليم. ربنا يدينا نعمة وبركة، ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.